أن يحدث التدليس، وقد اتصلت بالذين وصلوا إلى داخل اللجنة من بعض المشايخ الموجودين الآن في داخل اللجنة، وقلت لهم إنني أريد أن تطلعكم اللجنة على كل ما لديها من أوراق، ولكن بشرط طبيعي جدا ومنطقي جدا، هو أن أكون موجودا بينكم، ليكون الطرف الثاني وهو أنا موجودا معكم، فتقول الأمانة العامة التي لا أأتمنها، هذه اللجنة لا أأتمنها بعدما رأيته منها وبعد ما شاهدته بنفسي. هي بالنسبة لي لجنة غير مؤتمنة بالمرة. في 2 3 بيدخلوا المزادات، معلمين كبار، تجار كبار ومعاهم الفلوس وداخل هيشيل فعلا. يدخل معاهم 1 أو 2 هو معهوش حاجة ومش هيشيل، لكن كنوع من الأريافة والابتزاز وإنه ترضية يعني، أو يلعب لحساب واحد صراحة. فالكلام ده أنا كتبته من قبل كل المولد ده ما يظهر يعني. فأنا أتصور أن عمر سليمان رغم كل الهيصة التي حدثت عنده لا يستطيع أن يحصل على 1,000,000 صوت واحد هنا في مصر. لا له قواعد شعبية ولا له كاريزما ولا له حضور ولا له تاريخ مشرف ولا غير مشرف حتى. ده راجل غامض، راجل الغرف المغلقة يعني، راجل ليس له أي صلة بالشعب ولا الجماهير ولا فكرة حتى جمهور أو شعب أو قواعد شعبية. ففكرة يعني غير مطروحة. لا معلش، أنا في تصوري أن عندما تنظر إلى اللجنة على أنها لجنة مسيسة، إذا أنت دائما كل قراراتها بتقعد تحللها من منطلق هو يقصد إيه، هو لعب اللعبة دي عشان إيه، هو خبط ده عشان يلاقي إيه. أنت بتتكلم في واحد بيلعب سياسة، فبيلعب سياسة دي تقعد تفسر وتحلل كل اللي بيعمله بشكل سياسي. أنا من الثقة التي يفترض أن تكون في لجنة قضائية. نعم. وبعدين في حاجة أنا غريبة، أنا مش قادر أستوعب. يعني مثلا بيجي يقول لي دلوقتي إنه طبعا النص، لو قريت النص النهارده المعلن بتاع قرار اللجنة في استبعاد عمر سليمان، تجد إن في تأكيد رسمي بإن في توكيلات قدمها عمر سليمان مزورة. قيل هم 3000 توكيل كده، حتى اللجنه بالامس بعضهم طلبوا ما انا بقول النائب العام لكي يطبق في حقه ما طبق في حق ايمن نور. انا لسه بقول الكلام. طب انت كلجنه في 24 ساعه انت بتحاكم ايمن نور عشان قضيه ملتبسه قبل كده، والقضاء زي ما بيقول القضاء نفسه شاف انها كانت، وبيقول له كان قدم توكيلات. طب انت عندك توكيلات انت نفسك شايف بتقول انها مزوره، وحتى في النص كده بيقول التوكيلات الصحيحه.